بكم في هذا المنتدى المبارك الذي كنا ننتظره منذ 24 عاما، وها هو ينعقد هنا في هذا المكان المبارك بوجودكم. ينعقد تحت شعار إمكانية السلام في بداية الحرب العالمية الثالثة. المؤامرة الدولية هي بداية التدخل في الشرق الأوسط. إنه المنتدى الذي ينعقد على أهم ملف حقوقي، أهم ملف في العالم، أهم ملف في العصر، هو ملف القائد عبد الله أوجلان والسيد عبد الله أوجلان، وليست ضد الشعب الكردي وترك الشعب الكردي بلا كيان يضمه، بل إنها في الوقت نفسه كانت ضد كل شعوب الشرق الأوسط. لكنها لأن الناتو والقوى التي تقف وراء المؤامرة وضعوا دائما حزب العمال الكردستاني والقضية الكردية على جدول الأعمال، فقد ظل هذا الجانب من المؤامرة خفيا. لقد أرادوا دائما ترك حزب العمال الكردستاني والقائد آبو والكرد لوحدهم. لم يريدوا أن تكون شعوب الشرق الأوسط على علم بهذه المؤامرة والنضال ضدها. أيضا يجب أن تكون المسألة القانونية لهذه المؤامرة وعلاقتها بإقامة الشرق الأوسط مفهومة جيدة، وهذا أيضا يتحقق من جانبين. أولا، تستند مصادر القوانين الغربية على أسناد جميع المشاكل الحالية في الأفراد، يتم تجاهل حقوق الشعوب، يمكن تقليد ثقافة الشرق الأوسط بالعلم والإيديولوجيا السلبية للحضارة الأوروبية. بالتعريف عن نفسي، اسمي هو ماندوريو نيلسون، وأنا من أيسلندا. بدأت حياتي كصحفي، ولأكثر من 20 عاما عملت في مجال النقابات العمالية كمدير الخدمات العامة في أيسلندا، ثم أصبحت عضوا في البرلمان وكنت وزيرا للصحة وأيضا للداخلية والعدالة وحقوق الإنسان، ثم أصبحت عضوا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وأنا أيضا من بين مجموعة من الأشخاص أصبحت متحدثا باسم المبادرة الدولية لحرية القاء والجنان والسلام في كردستان. دعوني أتحدث كلمة عن التاريخ. غالبا ما يتساءل الناس عن الدور الذي يمكن أن يلعبه الفرد في التاريخ. معظم الناس يقرون بأن التطورات التاريخية تحددها القوى الاجتماعية والاقتصادية القوية، ولكن السؤال يبقى: إلى أي حد يمكن للفرد أن يلعب دورا في التأثير على هذه القوى؟ بمعنى آخر، أن يكون له تأثير على مجريات التاريخ. حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا. لقد كانت حرية السيد عبد الله أوجلان وإنقاذ أبه ولا تزال جزءا أساسيا من نشاطات مجموعة العمل الكردي لحقوق الإنسان في جنوب أفريقيا. وتعرف الأنشطة حرية القائد عبد الله أوجلان. لم تكن هذه الأنشطة هي العمل الوحيد الذي قمنا به في جنوب أفريقيا، حيث قمنا بإطلاق حملة توقيع مليونية في الذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق الإنسان عام 2010. في العام 2013 شاركنا مع المبادرة الدولية لحرية القائد في أوروبا في حملة لتحقيق السلام العادل للشعب الكردي في تركيا وسوريا والعراق وإيران ولجميع شعوب المنطقة. أن تصرف نظام أردوغان قد أدى في السنوات الأخيرة إلى اتباع سياسة التوسع والعنوان، وهذه السياسات التوسعية قد أثرت بشكل سلبي على الشعب الكردي في تركيا وأضعفت جهود السلام في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا وفي القوقاز وفي أوروبا. إن حرية القائد عبد الله أوجلان كونه الممثل الشرعي للشعب الكردي هو أمر أساسي لتمهيد الطريق للسلام في تركيا والمنطقة ولتحقيق الاستقرار في غرب آسيا والشرق
فأول صحيفة قومية كردية صدرت من القاهرة، وهي صحيفة كردستان 1898 من قبل المثقفين الكرد المنفيين إلى القاهرة، والتي انتقلت بعد ذلك إلى جنيف ثم إلى إنجلترا. الرفاق الأعزاء، لذا كان من هنا